الوقت احنا عارفين ان امريكا اصلا ما تقلعهاش من رجلك بالصرمه القديمه. عشان كده النهارده انا جاي اتكلم معاك واقول لك على الوجه القبيح للولايات المتحده الامريكيه. والنهارده هحكي لكم عن قصه واحد اسمه مالكوم اكس. ومن غير ما ابدا بواحد من اعظم الخطابات على الاطلاق، هقول لكم على الجواب اللي بعته مالكوم اكس من قلب مكه لزوجته اثناء رحلته للحج. الراجل قال لها ايه؟ عزيزتي باتي، ربما لن تصدقي ما سأكتبه لك في هذه الرسالة، فأنا الآن في مكة أصلي بجانب رجل أبيض خلف رجل أسود، وأكل من نفس الطبق الذي يأكل منه رجل بعينين زرقاوين، وأشرب من نفس الكأس الذي شرب منه شيخ عربي ببشرة فاتحة. لقد أدركت الآن وأنا في رحاب هذه المدينة المقدسة بأن جميع مشاكل أمريكا العنصرية لا يمكن لها أن تحل إلا بتعليم الإسلام العظيم. دي الرسالة اللي كتبها مالكوم اكس لزوجته باتي أثناء إقامته في مكة لقضاء فريضة الحج. بس لما تيجي تدقق شوية في الخطاب هتكتشف الدوافع والقضية الحقيقية اللي بيمثلها ما هنعتبره واحد من فرسان الإسلام. مالكوم اكس أو الحاج مالك هو أمريكي أسود البشرة عانى طوال حياته من الاضطهاد والتفرقة العنصرية في أمريكا. وعشان أحكي لك قصة فارس النهاردة لازم أروح بيك على تاريخ الاضطهاد العنصري الأمريكي للمواطنين السود من وجهة نظرهم. مبدئيا كده الولايات المتحدة الأمريكية هي بلد مهاجر إليها من قبل سكان أوروبا في القرن السابع عشر ويمكن قبل كده كمان. أهل أوروبا متوسطي الحال بدأوا في الهجرة للقارة الجديدة عشان يبدأوا حياة جديدة، بينما العائلات الثرية في أوروبا شافوا إن دي فرصة عظيمة للاستثمار واكتساب ملكيات أرضية. وبعد شوية وافتتاح المشاريع وأنشطة للاستثمار ومزارع، احتاج الأوروبيين دول لعمالة رخيصة تتناسب مع حجم الاستثمار اللي فيه مخاطرة كبيرة جدا. طيب يا سيدي يعملوا إيه؟ بالظبط كده، يستوردوا بشر ويشغلوهم عبيد. طب نستورد البشر اللي هنشغلهم عبيد دول منين؟ طبعا يا سيدي مش هنستوردهم غير من افريقيا. يروحوا افريقيا من ناس اتخصصوا في القصه دي. يعني انت مثلا عندك مشروع وعايز عماله، بتكلم التاجر الفلاني وبتطلب منه وليكن 20 عامل افريقي وهو بيوردهم لك مع اول شحنه جايه على امريكا. الاحصائيات والتقديرات بتقول ان تم نقل ما يزيد عن 470 الف من العبيد قسرا من افريقيا للولايات المتحده ما بين 1626 و 1860 ميلاديا. طيب يا سيدي وبعدين ايه اللي حصل في القصه الحزينه دي؟ اللي حصل يا سيدي ان الامريكان الاندال بدأوا يقننوا القصة دي وعملوا قانون عشان تبعت تجيب عبيد من افريقيا لازم يكون معاك ورق لمشروع استثماري وعلى اساسه بتتم التجارة دي. والموضوع بقى يزيد لما يكون للاسر الثرية عدد معين من العبيد ما ينفعش يتخطاه الا مثلا لو عنده مزرعة في البيت ومحتاج عبيد يشتغلوا مزارعين. يعني طول ما انت استثماراتك بتكبر هنجيب لك عبيد اكتر. والعبيد ما فيش ليهم حقوق نهائي، عادي جدا بيتم اغتصاب نسائهم واطفالهم، والعبد اللي يموت ما فيش ليه ولا تعويض ولا نيلة، زي اللي حصل كده زمان عندنا في قناة السويس في الحفر زمان. يعني 385 ألف أمريكاني بقى عندهم 7 مليون عبد أفريقي. معاملة غير آدمية من أصغر راس في الولايات المتحدة وحتى أكبر راس. يعني بيقول لك إن الرئيس الأمريكي كان مسموح له يكون معاه 9 من العبيد الأفارقة بحسب الدستور. يا ولاد الكلب. اللي حصل بقى إن أثناء الحرب الأهلية الأمريكية دور العبيد السود في جنوب الولايات المتحدة الأمريكية كان ملحوظ جدا. زود على كده يا سيدي بقى الجمعيات الحقوقية. الجمعيات الحقوقية ظهرت في الفترة دي بتطالب إما بإعادة الأفارقة للقارة الأفريقية عشان يعيشوا حياتهم طبيعية جدا بمنتهى الحرية والعيشة اللي هم يستحقوها، أو إنك تديلهم بعض المميزات اللي تخليهم يعيشوا حياة عادلة. تفتكر الأمريكان هيوافقوا بحاجة زي كده بالسهل؟ لا طبعا يا سيدي، وفعلا ما حصلش. ورفضوا كل الرؤساء والمسؤولين الأمريكيين في الفترة دي ولحد سنة 1860 لما صدرت وثيقة إعلان تحرير السود. بس برضه لم يتم الاعتراف بيهم لحد ما تم التعديل الأشهر في الدستور الأمريكي، التعديل ال13 واللي بموجبه تم الاعتراف بالأفارقة كبني آدمين. يا سيدي كتر خيرك. تمام يا سيدي، أنا بقول لك إن دي خلفية تاريخية مهمة لازم تكون عارفها. على بقى أديلك خلفية اجتماعية عن الوضع اللي عاش فيه واحد زي مالكوم إكس اللي قلت لكم عليه من أول الحلقة. الراجل ده اتولد سنة 1925، اتولد في أوهايو بولاية نبراسكا الأمريكية. طفل عادي جدا لأبين مسيحيين، والده تم اغتياله بعدها ب6 سنين بس على ايد بعض المتطرفين البيض. يعني طبيعي في الفترة دي من باب المنظرة وسط المجاميع انك تقتل راجل اسود وتهرب محدش هيكلمك، ده كان امر طبيعي جدا يعني الناس بتتعامل بيه عادي. مالكوم اكس كان شاطر جدا في المدرسة لكن تم فصله لسبب غير معلوم عشان يلاقي نفسه في الشارع من وهو عيل صغير. فعاش بقى شوية حياة الشوارع، يشيل سلاح ويشرب مخدرات ويرهب السكان المحليين، لدرجة ان هو في فترة معينة من حياته وصلت ان هو اشتغل راقص في البارات لحد ما كان اليوم ده تم القاء القبض عليه ومعاه صحابه ويتحكم عليه بقضاء 10 سنين في السجن. عايزك بقى تركز معايا في اللي جاي ده عشان اللي جاي ده فيه الزتونة بتاعت الحدوتة. مالكوم اكس اول ما دخل السجن شاف جماعة جوه اسمها أمة الإسلام.
والكلام ده كان سنة 1948. يعني الدول العربية المسلمة وقع تحت الاحتلال الانجليزي ومفيش كان لسه لا تطرف ولا ارهاب ولا نيلة. ركز في الكلام اللي بقوله. المهم الناس دي اتكلمت معاه، اعجب جدا بكلامهم، ويكلموا عن ربنا والحياة بعد الموت، جنة ونار وحساب وقيامة واللي احنا عارفينه ده كله. الراجل زي ناس كتير بيحب يسمع. المهم ان هو اتشد جدا، سمع لهم اكتر، بيلاقيهم بيتكلموا عن مدى تعرضهم للعنصرية كونهم مسلمين سود في امريكا المسيحية، ويحكوا له عن الاضطهاد ويلمسوا الجزء الحساس جواه بتاع العنصرية ده. فالراجل يشهر اسلامه ويبدأ في وقت سجنه دراسة الدين الاسلامي. وانا هنا ما بتكلمش عن المسيحية كديانة في العنصرية عشان الناس ما تفهمش غلط. قرأ القرآن ودرس الفقه وما الى ذلك لحد ما بيتم الافراج عنه سنة 1952. كان اسمه مالكوم ليتل، بعد كده بقى اسمه مالكوم اكس. واكس هي النسبة المجهولة في الرياضيات. يعني هو كان قاصد يقول كده عشان شاعرية المعنى ان هو مجهول الهوية والاصل لحد ما اسلم، وبقت كلمة اكس بتعبر عن المجهول والضياع في ايجاد المعنى الوجودي في بلد زي امريكا وقتها. ودي كانت بداية رحلة كفاح مالكوم الحقيقية، والرحلة اللي قدمها لنا عشان نتعلم منها ايجاد المعنى والامل في بكرة. الامل في اكس، في المجهول. المهم يا سيدي، مالكوم اكس بينضم للجمعيه دي اللي هي جمعيه اللي هي امه الاسلام، ويتدرج جواها من منصب صغير لاكبر لدرجه انه كان ملازم لقائدها كان اسمه إليجا محمد، اللي لاحظ مدى قدره مالكوم على الكلام وانه متحدث كبير جدا وقادر على التاثير في اللي قدامه. ومن هنا قرر الراجل ده ان هو يعين مالكوم اكس المتحدث الرسمي باسم الجماعه. مالكوم اكس اثناء وجوده في الجماعه دي لاحظ مدى تركيزهم على فكره ان كل الناس غلط واحنا صح، لدرجة ان هم كانوا بيعادوا الافكار الاسلامية برضو المخالفة ليهم. والادهى من ده كله انه شاف عمليات عنف وقتل واغتيال بتقوم بيها الجماعة ضد المختلف عنهم. تطور في الاحداث غريبة اهو انا جاي لك فيه. وفي واحدة من الخطب اللي كان بيتكلم فيها باسم جماعة امة الاسلام قال انني كنت اسفل السافلين في قاع المجتمع الامريكي، عندما اهتديت الى الله والى الاسلام تغير مجرى حياتي. وفي يوم يقرر مالكوم اكس ان هو عايز يفصل شوية عن الدوشة دي، وان ده الميعاد المناسب لانه يقوم بالفريضة المكتوبة عليه، الحج. فيقرر ان هو يزور الشرق الاوسط ويوصل مكة المكرمة في موسم الحج سنة 1964، ويقيم مناسك الحج هناك في مكة، وبيقابل مسلمين حقيقيين، مسلمين مش منتمين لأي جماعة أو تنظيم، ناس عادية جدا فاهمة الدين صح وفاهمة حدودهم صح وبعيدة كل البعد عن التطرف اللي حس بيه بعد ما تعمق جوه جماعة أمة الإسلام في أمريكا. ناس هناك همها الدين والعلم والإيمان المطلق وبس. فيقعد ويتناقش معاهم ويتناقشوا معاه ويصطدم بواقع ان عقيدة إليجا محمد واتباعه ما هي الا عقيدة مزيفة باطلة مش صحيحة، زي اللي احنا قلنا عليهم الدواعش ان هم لا يمتوا للاسلام باي صلة. ويبدأ يتعلم الاسلام الحقيقي وتعليمه السامحة الجميلة، ويخرج من مكة لمصر، وهناك يزور الاهرامات والازهر الشريف، ويرجع تاني على امريكا. واول ما رجع على امريكا بيعمل مؤتمر كبير بيعلن فيه تخليه عن منصبه في جماعة امة الاسلام، ويهاجم عقيدتهم الفاسدة، ويوضح للناس ان الاسلام معناه الحقيقي في السماحة والاخلاق الرفيعة. يبدأ من هنا في الخطابة الصحيحة عن معنى الاسلام الصحيح، ويقول كمان ان امريكا محتاجة انها تدرس وتتعلم الاسلام بشكل مهم ومحترم، لان ده هو الشيء الوحيد اللي هيعرفهم معنى العنصرية اللي هم بيعملوها وان هم ماشيين غلط. خطبة ورا التانية الناس بدأت تنبهر وتسمع لمالكوم اكس اللي بقى رمز حقيقي بيتكلم عن المساواة، والامريكان السود بدأوا يسمعوا له ويدخلوا في دين الله افواجا. بس ده كله بقى ما كانش على هوا مين يا معلم؟ صح كده، انت كده مركز معايا بالظبط، جماعة أمة الإسلام نفسهم، لأن كل اللي بينادي بيه مالكوم اكس هو ضد معاييرهم ومقاصدهم، غير انه خبط جامد فيهم واعلن مدى تطرف الجماعة دي. بس خطب مالكوم اكس بدأت تدرس فيه معاني الحرية والمساواة، وكان بينادي بإلغاء كلمة عبد اللي بيستخدمها البيض مع السود، كانوا بيقولوا لهم نيجرو نيجرو. وبدأ يهاجم وسائل الإعلام اللي زودوها في تزييف الحقائق وحشد الجموع ضد الحق، وحسب ما يتراءى لولي النفوذ. وسائل الإعلام هي الكيان الأقوى على وجه الأرض، عندهم القدرة على جعل المذنب بريء وجعل الأبرياء مذنبين، وهي أساس السلطة لأنها بتتحكم في عقول الجماهير. نزيد سنة كمان لسنة 1965، وفي واحدة من الخطب بتاعته بيخرج 2 مسلحين وبيختلوه قدام جمع رهيب من الناس وقدام أطفاله، ويسقط ب16 طلقة خدهم في صدره، ويسقط مالكوم اكس شهيدا لكلمة الحق. المنظر ده فكرني بالشهيد محمد أنور السادات لما اللي قتلوه ناس من مدعين الإسلام، مش عايزين نخوض في السياسة. الراجل ده فعلا بقى رمز حقيقي في سبيل درء العنصرية من عالمه. وبعد شهر من وفاته بيقر الرئيس الأمريكي جونسون بحق الأمريكان السود في التصويت، وتم منع استخدام كلمة عبد من كل القواميس والمصطلحات الرسمية.
وعليه في امريكا عليها دين كبير جدا للاسلام ان هو حرر المسلمين هناك من العبودية. كانت كلمة سر مالكوم اكس. الحقيقة بتوصل لقلوب العصاة لو عرفوا او اعترفوا ان هم عصاة. معنى كده ان السبيل الوحيد للحقيقة هو الاعتراف بالذنب. رحم الله مالكوم اكس.